من حوالي 3300 سنة كان في ملك صغير اسمه توت عنخ آمون، يمكن يكون من أشهر ملوك مصر القديمة دلوقتي. بس الغريب إن شهرته ما جاتش من إنجازات كبيرة عملها أو معارك خاضها، لأ، شهرته كلها جت من مقبرته واكتشافها بعد آلاف السنين. توت عنخ آمون اتولد في وقت كانت فيه مصر في لخبطة كبيرة. أبوه الملك إخناتون عمل ثورة دينية غريبة جدا وقتها، وقرر يسيب عبادة آمون وكل الآلهة المصرية وركز على عبادة إله واحد اسمه آتون إله الشمس. الموضوع ده عمل مشاكل سياسية والدولة نفسها كانت على وشك إنها تنهار. لما توت عنخ آمون مسك مصر كان لسه طفل صغير، تقريبا عنده 9 سنين. الطبيعي إن طفل صغير بالحجم ده مش هيقدر يحكم دولة بحجم مصر، فكان في ناس وراه بيسيطروا على الحكم باسمه، زي القائد العسكري حور محب والوزير هما اللي كانوا بياخدوا القرارات الكبيرة. وأول قرار عملوه إنهم رجعوا عبادة آمون زي ما كانت، وغيروا اسمه من توت عنخ آتون لتوت عنخ آمون عشان يرجعوا رضا الكهنة والشعب. الملك الصغير عاش حوالي 10 سنين بس على العرش، ومات وهو عنده 19 سنة، ولحد النهاردة سبب موته مش معروف 100%. في ناس بتقول إن حصلت له حادثة وقع فيها من العجلة الحربية وده سبب كسر في جمجمته ورجله. وفي ناس بتقول إن كان عنده أمراض وراثية بسبب زواج العائلات الملكية من بعض، زي الملاريا وتشوهات في العظام. المهم إن اللي أكيد إن موته جه فجأة وهو لسه صغير جدا. نيجي بقى للجزء المثير، مقبرته. مصر القديمة كانت مليانة مقابر لملوك وأمراء، أغلبها اتنهب من لصوص المقابر في العصور القديمة. لكن الغريب إن مقبرة توت عنخ آمون فضلت متخبية تحت الأرض ومتغطية بالرمل والأنقاض من مقابر تانية حوالين وادي الملوك. وفي يوم 4 نوفمبر سنة 1922 العمال اللي بيشتغلوا مع العالم هوارد كارتر لقوا درجة سلم نازلة لتحت الأرض. كارتر فهم إن في حاجة كبيرة تحت الأرض. لما كملوا حفر لقوا باب عليه أختام ملكية. وفي يوم 26 نوفمبر كارتر وقف قدام الباب وحفر فتحة صغيرة ودخل منها شمعة، وساعتها شاف منظر عمره ما يتنسي. أوضة مليانة ذهب وتماثيل وصناديق وأساس ملكي، وكل حاجة مرصوصة كأنها لسه محطوطة امبارح. المقبرة رغم إنها صغيرة بالنسبة لملوك تانيين، بس اللي جواها كان كنز حقيقي، أكتر من 5000 قطعة أثرية، منها العجلات الحربية والأسلحة والأساس والتماثيل، وأهم حاجة التابوت الذهبي وقناع توت عنخ آمون. القناع معمول من الذهب الخالص ومرصع بالأحجار الكريمة، ومن أدق وأجمل الحاجات اللي اتعملت في الحضارة المصرية. المثير في الموضوع إن مقبرة توت عنخ آمون ادت العالم فرصة يشوف إزاي كانت الحياة في مصر القديمة، وده لأن كل حاجة زي ما هي مش مسروقة. ومن وقتها الملك الصغير أيقونة مشهورة في العالم كله، واتعملت معارض لآثاره وسافرت دول كتير، والناس من كل حتة في العالم بقت تعرف اسم توت عنخ آمون حتى لو ما تعرفش حاجة عن باقي ملوك مصر. والنهاردة بعد أكتر من 100 سنة على اكتشاف مقبرته لسه العلماء بيدرسوا وبيلاقوا معلومات جديدة. قصة توت عنخ آمون المثيرة وطريقة اكتشاف مقبرته خلت طفل مات من 3000 سنة يبقى من أشهر الشخصيات في تاريخ البشرية كلها.